ليه الطياره دي بالذات امريكا استخدمتها في ضرب ايران؟ اسمها بي 2 سبيريت، اخطر واغلى طياره حربيه في تاريخ البشريه. تكلفتها اكتر من 2 مليار دولار. امريكا استخدمت 7 طيارات منها في ضربه عسكريه على ايران استهدفت بيها مواقع نوويه ايرانيه شديده التحصين زي فوردو. كل طياره كانت شايله 14 طن قنابل، القنبله الواحده تقدر تخترق تحصينات تحت الارض بعمق رهيب. الطياره دي شبحيه، شكلها غريب جدا، تقريبا مفيش اي رادار في العالم بيقدر يشوفها، وده عشان تصميمها العجيب اللي عباره عن جناح طياره ضخم من غير جسم ولا ديل. الطياره دي تقدر تطير من نيويورك لابعد نقطه في العالم، تضرب القنابل وترجع تاني من غير ما تحتاج تقف في النص. وده بالظبط اللي حصل. الطيارات دي طارت من قاعده وايت مان في امريكا ورجعت بعد رحله قعدت اكتر من 36 ساعه، واتزودت بالوقود اكتر من مره وهي في الجو. اما بقى حجمها فهي ضخمه لدرجه انها تقريبا قد نص ملعب كره قدم. الطياره دي مفيش منها غير 21 طياره في العالم كله، وكلهم عند امريكا. بترفض امريكا تصدرها لاي دوله في العالم، حتى اقرب حلفائها زي اسرائيل، وبتعتبرها سلاح استراتيجي سري جدا.